الفضاء دايما مليان بحاجات عجيبة وأشياء غريبة، في منها اللي بدأنا نشوفه ونفهمه ونعرف عنه كل المعلومات، وفي منها اللي لسه مبهم بالنسبة لنا بشكل كبير. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن أغرب 10 كواكب في الفضاء ما كنتش تسمع عنها حاجة. فأهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز. الكوكب الأول هو كوكب اسمه J1407b، والكوكب ده موجود على بعد 400 سنة ضوئية من الأرض. والغريب في الكوكب ده هو كمية الحلقات الكوكبية اللي موجودة فيه، وده بيظهر جدا في الحلقة الكوكبية اللي بتدور حواليه، وده لأنها أكبر ب 200 مرة تقريبا من الحلقة الكوكبية اللي بتدور حوالين كوكب زحل. أما الكوكب التاني فهو كوكب اسمه تريس 2b، والكوكب ده موجود بره المجموعة الشمسية على بعد 750 سنة ضوئية. والمختلف في الكوكب ده انه كوكب شديد الظلام، وده لان الغلاف الجوي للكوكب ده بيعكس 1% بس من الضوء اللي بيسقط عليه، وال1% دي بيعكسها باللون الاحمر. فتخيل معايا الكمية القليلة دي من الضوء واللي كمان بتكون باللون الاحمر، فتخيل الكوكب ده مخيف قد ايه. كوكب كروت 7b هو الكوكب الثالث، والكوكب ده ما بيختلفش كتير عن كوكب الأرض، إلا إنه دايما مليان بأمطار من الحجارة والنار وبراكين ضخمة جدا ما بتنتهيش، لدرجة إن الحرارة فيه بتوصل ل 2000 درجة مئوية تقريبا. كوكب أشبه بكتلة النار المشتعلة. أما الكوكب الرابع فهو كوكب 55 كانكراي، والكوكب ده في بداية تكوينه كان عبارة عن حلقات من الكربون، وحلقات الكربون دي اتعرضت لضغط وحرارة عاليين جدا، وتسببوا في إن الكوكب يتحول لقطعة عملاقة من الألماس بتدور في الفضاء. وقطعة الألماس العملاقة دي موجودة على بعد 40 سنة ضوئية تقريبا من كوكب الأرض، وحجمها تقريبا هو ضعف حجم كوكب الأرض. فتخيل معايا الحجم العملاق ده من الألماس ممكن تقدر بكام بسعر الألماس النهاردة. كوكب جليسي 436b من أغرب الكواكب اللي موجودة في الكون، وده لأنه عبارة عن تلج مشتعل. ولو ركزنا في الجملة تاني احنا بنقول تلج مشتعل. ازاي تلج وازاي مشتعل؟ الكوكب ده عبارة عن جليد بشكل كامل، لكن في نفس الوقت الكوكب ده قريب جدا من النجم اللي بيدور حواليه، لدرجة ان درجة حرارة سطح الكوكب بتوصل ل 440 درجة مئوية. وبالرغم من كده العلماء لقوا ان التلج اللي موجود على الكوكب مش بيسيح ولا بيتأثر بدرجة الحرارة دي، والسبب في كده هي قوة الجاذبية العالية اللي موجودة في مركز الكوكب، واللي بتخلي التلج ده لما يسيح البخار بتاعه مش بيقدر يتحرك ويسيبه، فبيفضل التلج محافظ على شكله مدى الحياة. أما الكوكب السادس فهو كوكب اسمه GG1214b، والكوكب ده بيطلق عليه اسم الكوكب المائي، وده لأن الكوكب عبارة عن مية بالكامل وما فيهوش أي يابسة. وبالرغم من ان في اكتر من كوكب طبيعتهم كلها مية وما فيهاش يابسة، الا ان الكوكب ده مختلف حبتين، لان المية فيه بتوصل لمركز الكوكب نفسه، يعني الكوكب عبارة عن مية بس. أما الكوكب السابع واللي اسمه صعب جدا الحقيقة، فالغلاف الجوي بتاعه مليان بجزيئات السيليكون اللي بتتحول بسبب الضغط والحرارة لقطعة من الإزاز، وقطع الإزاز دي بتطير في كل حتة في الكوكب بسبب الرياح الشديدة اللي موجودة على سطح الكوكب. فتخيل معايا كوكب مليان أمطار من قطع الإزاز اللي مش بتنتهي أبدا، الوضع فيه هيكون عامل إزاي؟ ده حتى وجود مركبة فضائية فيه هيبقى أشبه بالمستحيل. أما كوكب واسب 12b، فالكوكب ده من الكواكب اللي متوقع انها في وقت قريب جدا مش هيكون ليها اي وجود، وده بسبب ان الكوكب قريب جدا من النجم اللي بيدور حواليه، وده بيخلي درجة حرارة الكوكب عالية جدا، وبتسبب ان الكوكب يتآكل ويفقد جزء كبير جدا من كتلته في الثانية الواحدة. في يناير سنة 2015 تم اكتشاف كوكب بيتقال عليه انه اقرب كوكب في الشبه لكوكب الارض، لدرجة ان الشبه بينه وبين كوكب الارض وصل لحوالي 88%، وده بيخليه من اكتر الكواكب اللي متوقع انه يكون عليها حياة. الكوكب ده هو كوكب كيبلر 438b، والكوكب موجود على بعد 470 سنة ضوئية من كوكب الارض، وتم اكتشاف الكوكب عن طريق تلسكوب كيبلر، عشان كده الكوكب اتسمى على اسم التلسكوب. أما الكوكب الأخير فهو كوكب كليسي 581c، والكوكب ده بيدور حواليه نجم صغير جدا بيطلق عليه اسم النجم الأحمر، والكوكب ده من الكواكب اللي مش بتلف حوالين نفسها، عشان كده في جزء من الكوكب دايما في اتجاه النجم، وده بتكون درجة حرارته عالية جدا.
وعلى العكس النص التاني من الكوكب واللي باصص بعيد عن النجم بتكون درجة حرارته باردة جدا. لكن بالرغم من كده العلماء بيقولوا ان الكوكب ده من اكتر 5 كواكب ممكن يكون عليهم حياة، وده لان في جزء في منتصف الكوكب درجة حرارته مناسبة جدا للحياة. لكن الأهم من كده إن في رسالة اتبعتت من ناسا عن طريق الساتلايت للكوكب ده، والمفروض إنها هتوصل في 2029. والرسالة دي وظيفتها إنها تعرفنا أكتر عن الكوكب والظروف الداخلية ليه، عشان العلماء يقدروا يحددوا إذا كان ممكن فعلا وجود حياة على الكوكب ده ولا لأ. الحاجات الغريبة والمبهمة في الفضاء ما بتنتهيش، ويوم عن يوم العلماء بيكتشفوا حاجات تانية كتير ممكن تكون أغرب من كل اللي اكتشفوه قبل كده، وده سبب كافي يخلينا نتأمل أكتر في قدرة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الكون، وإنه الوحيد القادر على خلق الجمال ده بالقدرة والجودة العالية دي. وفي النهاية مش هنلاقي حاجة نقولها غير سبحان الله. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة من مسلماينز. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.